اهي الصينية الحلوة ديت بنص بتنجان وربع لحمة مفرومة بس. مين هيجرب معايا؟ تابعوا معايا الفيديو للآخر، وكل اللي بطلبه منكم دعوة حلوة من قلبكم لأختكم نشوى بصلاح الحال ولكم بالمثل، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. نص كيلو من البتنجان، يعني واحدتين من البتنجان او بتنجانية كبيرة شوية مش هتفرق معاكي. هتبتدي ان انتي تعملي لها فتحات زي ما انا بعمل كده بالظبط. اهم حاجة الفتحات تبقى طولية وتوصل لنص البتنجانة، لان احنا النهاردة مش هنقلي البتنجان خالص وهنبعد عن فكرة الزيت. بعد كده بتروحي عندك بقى في بايركس او صينية ألمونيوم تعملي لها طبقة حلوة كده من الزيت، وتبتدي ان انتي تضيفي البتنجان فيها. في ناس على فكرة يا جماعة بدل لما بتشوي البتنجان جوه الفرن بتشويه من فوق من على البوتاجاز كده من فوق، بيبقى حلو قوي، بياخد طعم حلو قوي للمشوي. وكمان شويت معاه واحدتين من الفلفل الأحمر. بعد ما بتسيبيهم في الفرن يتشووا وياخدوا لون حلو كده، بتسيبيهم لما يبردوا خالص، وتبتدي في الوقت دوت ان انتي تقشري البتنجانية بكل سهولة زي ما انا بعمل كده. طبعا الكمية اللي انا بقول لكم عليها النهاردة دي اللي هي نص كيلو البتنجان وواحدتين من الفلفل، دول يا دوبك هيكفوا الصينية اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو بتاعنا. بصراحة الفلفلاية الحلوة دي سبتها تاخد اللون الغامق اللي فيها ده، بيدي طعم حلو قوي. بعد ما بخلص تقشير كده بقوا تمام، ببتدي بقى ان انا اجيب واحده واحده كده، وابتدي ان انا اقطع البتنجان وافرمه واهرسه كويس جدا، وكل دوت هيتقطع معاكي بسهوله. البتنجان مع الفلفل، بالمناسبه كمان احنا ممكن نضيف هنا فلفلايه مثلا لونها اصفر، فلفلايه خضراء، مش شرط خالص تلتزموا بالفلفل الاحمر الحلو اللي انا ضفته معاكم النهارده. بعد ما بخلص بقى الكميه كلها، وابتدي ان انا اقلب الاتنين على بعض، وافضل اقطعهم كويس جدا لحد لما يبقوا ناعمين معايا خالص، وكل البتنجان مع الفلفل يمتزج مع بعض ويبقى كله شكل واحد زي ما انتوا شايفين معايا كده. في نفس الخطوه بعمل بروح اضيف شويه توابل، منهم فصين حلوين من التوم المهروس، بابريكا وكمون وفلفل اسود، وكمان بضيف رشه بسيطه من الكزبره، وكمان عليهم رشه بسيطه من الملح. واستمر كمان في التقليب، وافضل في الوقت دوت اضربهم مع بعض تاني واعجنهم مع بعض لحد لما كل المكونات عندي تمتزج مع بعضها. لو حابين تكتروا كمية البتنجان اكتر من كده هتبقى حلوة قوي. بروح عندي بقى في بولة حلوة كده، بجيب رغيفين من العيش الصغير، العيش الرول الصغير، او تجيب رغيف واحد بس من العيش الفينو الكبير، وتضيفي عليهم نص كوباية من المية. هتسيبي العيش ده كده على جنب شوية، وتروح عندك في بولة تانية تضيفي شوية من الخضرة اللي هو شبت وبقدونس وكزبرة، عليهم شوية توابل بسيطة منهم الملح وفلفل الاسود والبابريكا، 7 بهارات، وكمان هتضيفي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هتضيفي عليهم كمان بصلاية تكون صغيرة متقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وهو ده السر يا جماعة. بصوا بقى، ربع كيلو اللحمة المفرومة ده احنا عايزين نكتره، فبنكتره بالعيش الفينو. طيب العيش الفينو ما بنضيفوش بالمية بتاعته، طبعا احنا بنصفيه كويس جدا، ونبتدي ان احنا نخلط كل المكونات مع بعض. اللهم بارك، هتشوفوا معايا حجم اللحمة تضاعف معايا. طيب في أسئلة كتير جاتلي قبل كده، هل يا نشوى بيبان طعم العيش الفينو مع اللحمة المفرومة أو مع الكفتة؟ خالص خالص خالص، ولا حد هيعرف ان متضاف لها عيش فينو خالص، بل بالعكس، ده هي بتدي طراوة للكفتة، تحس ان هي الكفتة جوسي كده طرية، لكن ما بتضغيش على طعم اللحمة خالص، او حتى اللي بياكلها يفتكر هي متضاف لها اللي طبعا لو شاف الفيديو عارف انت بتعملي بعد كده بتجيبي صينيه حلوه عندك، تعملي لها طبقه من الزيت، وتجيبي كميه البتنجان اللي بالفلفل اللي تبلناه وشويناه مع بعض، وتروحي تروحي فرداهم بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا كده، وابتدي في الوقت ده تصبعي الكفته اللي عندك. طيب الكميه بتاعتي او الربع كيلو اللي انا استخدمته النهارده ده هيعمل لي يقولوا من 7 ل8 صوابع كفته حسب تشكيلك، يعني حسب انتي بتشكلي ازاي. دايما خلي ايدك فيها ميه علشان الكفته تبقى سهله معاكي وانتي بتصبعيها، تطلع بسرعه ما تلزقش في ايدك. وكده الصينيه بتاعتنا بقت جاهزه على فرن ساخن مسبقا، درجه حراره 200 على الرف الاوسط. بتدخل الفرن مده لا تقل عن 20 دقيقه، ما تسيبهاش كتير في الفرن لحد لما الكفته تنشف معاكي، انتي تسيبيها لحد لما تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه معايا ده. الله على الجمال والاختراع.
رغيف عيش كده سخن وهي سخنه، وتقعدي تغمسي وتاكلي. بقول لكم ايه، انا رايحه اشوف باقي حبه منهم ولا لا، لحسن انا جعت وانا بتفرج على الفيديو. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا شجعوني بلايك كتير وشير كتير، منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا اكلات التوفير واكلات اخر الشهر. بحبكم جدا جدا، ودايما بستنى كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.